طبعا حسابنا عسير ان انا اعيد 3 ايام، ومعدل السؤال عليا ما كانش على معدل الارهاق اللي انا فيه، بس مش مشكله. انا عودتكم على ايه؟ ان انا وليد المتسامح، انا مسامح مش مشكله، وراجع في اختراع جديد فريد من نوعه، ذا مشروم، ذا فيرست ايجيبشن كوفي وذ مشروم. حد يجي يقول لي ده المشروم اللي بيتحط على الاكل، اقول له لا يا حبيبي، نثقف نفسنا، نعلى بمستوى الثقافه شويه. ده مشروم مخصوص للقهوه، صحي للقهوه، مع تصريح من وزاره الصحه. فده براند مصري محترم جدا، عاملين 3 انواع، خلينا نلف فيهم لفه كده. الاولاني انرجي بلند، ده مزيج من القهوه، معمول لو انت محتاج طاقه. النوع الثاني فوكس بلند، ده لو حضرتك محتاج تركيز، محتاج حاجه تخليك الذاكره عندك احسن. والنوع الثالث والاخير مود بلند، ده فيه اشواجندا، فلو حضرتك محتاج تسترخي وتقلل من التوتر. في حاله زي حالاتي انا محتاج اعمل ميكس من الثلاثه واشربهم كل يوم على الريق. تعالوا ندوقهم ونشوف طعمهم عامل ايه، ونشوف الفيفوريت بتاعنا انهي واحد. طبعا في البدايه عايز اشكر زوجتي الحبيبه ان هي عملت لي الثلاثه عشان نجربهم. هنبدا بايه؟ جميل، فوكس. والله حلو، حلو قوي. على فكره المفروض بين القهوه والقهوه بناكل حته شوكولاته عشان نفصل، عشان بس ما حدش من بتوع الفود بلوجرز يتفرج ويقول ده مش فاهم شغله، بس انا هدوقهم كده وخلاص. انا الفوكس بالنسبه لي لغايه دلوقتي طعمه حلو وهادي. حاسس ان انا فود بلوجر او طعمه حلو وهادي، خدت بالك من هادي؟ لا الانرجي ده انا لو هشربه هزود عليه لبن، يعني هو طعمه قهوه قوي. واخر واحد بتاع الاشواجندا ده هيعجبك انت، هو شبه الانرجي شويه. يعني انا بالنسبه لي لو هشرب الفوكس من غير لبن، وهزود لبن في الاثنين دول، بس هم طعمهم يعني طعمهم قهوه تركي عاديه خالص وحلوين. انا ممكن افطر دلوقتي بدي. شكرا.